تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية جدا وعلى قد الإيد. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ياريت لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة بقى عندي هنا نص كيلو من السردين، وطبعا لو انتوا عايزين تعملوا كمية أكبر من كده زي ما تحبوا خالص. أول حاجة بقى هنبدأ نخلي السردين كده مع بعض. شايفين أنا عملته ازاي؟ أول حاجة هنقطع الراس بتاعته كده بالسكينة أو بالمقص، تمام. وبعدين هنشيل البطروخ اللي فيه، وبعد كده هبدأ بقى ان انا اشيل الجلد بتاعه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين انا هنا بخليه خالص من الجلد بتاعه ومن الشوك اللي بيكون فيه ده برضو. شايفين انا بعمله ازاي؟ وانتوا بتشيلوا الجلد بتاعه دوت بالراحة خالص عشان بس ان هو يتشال معاكوا سليم زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اشيل السلسلة اللي في النص دي، هشيلها كده بالراحة برضو، واشيل كل الشوك اللي بيكون في الجنب دوت، تمام. شايفين شكله عامل ازاي؟ خلص دول بقى كده. شايفين كده بعد ما نضفته كله هبدأ بقى كده ان انا اقصه بالمقص، يعني او اقطعه بالمقص. اهم حاجة المقص ده يكون مخصص للاكل، ما يتعملش بيه اي حاجة تاني غير الاكل. هبدأ بقى كده ان انا اقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لو انتوا حابين برضو تقطعوه قطع اكبر من كده تمام، مفيش مشكلة خالص. حابين تقطعوا برضو يعني السردينية برضو تقطعوها يعني 2 أو 3 حتت برضو مفيش مشكلة خالص. انا هنا بحب ان انا اقطعها تبقى يدوب على قد الاكل كده وانا باكل، تمام. فانا بحب الحجم بتاعها ده وكده. ده كده خلاص شكله هو بعد ما خليته وقطعته. يلا بقى عندي هنا نص كيلو من البصل. هبدأ بقى ان انا اعمله جوليان كده زي ما انتوا شايفين. لو البصلايه عندي كبيره هقطعها نصين، وبعدين النص هعمله 3 قطع زي ما انتوا شايفين كده. لو هي صغيره يدوب هقطع النص قطعتين 2. اخلص بقى البصل بتاعي كله، بعدين هنبدأ بقى نعمل بقى الاكله بتاعتنا الحلوه اللي انا بقولكوا عليها دلوقتي. هنعمل سردين بالبصل، حاجه كده تجنن. طبعا الأكلة دي هتبقى للناس اللي بتحب السردين، لكن لو ما فيش حد بيحب السردين خلاص ما يعملش الأكلة دي خالص، تمام. هنخلص بقى البصل بتاعنا كده كله وكده خلاص يكون خلص معايا. يلا بقى كده على النار. عندي هنا صينية احط فيها شوية زيت كده حلوين، وبعدين هسيبهم يسخنوا معايا، وبعدين هبدأ بقى ان انا انزل عليهم بالبصل بتاعي. وهنا بقى في المرحلة دي هبدأ ان انا اقلب البصل بقى كتير، يعني طول ما هو على النار ايدي تفضل تقلب فيه كويس جدا. هبدأ بقى ان انا انزل عليها كده برشة صغيرة من الملح. بعد ما اقلبه كده شوية حلوين هنزل عليها برشة صغيرة من الملح. طبعا الملح هنا برضو لو السردين انتم جايبينه حادق مش هنحط الملح خالص، لكن لو هو دلع شوية هنحط يده برشة كده صغيرة من الملح، تمام. طول ما هو على النار انا بفضل اقلب فيه. وطيب لو الصينية بتاعتنا لونها غير من تحت، بنقل البصل ده في صينية تانية خالص زي ما انا عملت كده، تمام. شايفين بقى دوت كده المطلوب اللي انا عايزاه بالظبط. شايفين البصل كرمل ازاي معايا وبقى دايب خالص وحلو ازاي؟ خلاص هو كده خلص معايا. هبدأ بقى ان انا اخر مرحلة خالص هنزل عليها بالسردين، يا دوب هقلبه لونه بس يغير معايا. اول ما لونه يغير معايا يكون خلاص كده تمام استوى. شايفين انا بقلبه بالراحة بس ازاي عشان خاطر ان هو ما يتفتفتش معايا وانا بقلبه. شايفين لونه غير ازاي؟ شايفين اول ما اللون بتاعه يكون ابيض كده خلاص كده خلاص استوى معايا. اطفي بقى عليه، مش عايزه اقول لكم طعمه بجد تحفه. كده خلاص يكون خلص معايا. يلا بقى كده ان احنا نبدا ان احنا ندوقه. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم الاكله دي للناس اللي بتحب السردين بس. هنا بقى هناكله بالعيش، طعمه يجنن. يعني الاكله دي انا بموت فيها بصراحه، تحفه تحفه تحفه. شايفين بصراحه يجنن. وهنا بقى انا هنا زينته كده بالجرجير. هو طبعا بيتاكل معاه جرجير، بيتاكل معاه خس، بيتاكل معاه خيار. الخضروات برضو بتبقى حلوه قوي معاه. وبرضو لو حابين تاكلوا معاه بصل اخضر، بس بصراحه يعني مش قوي زي الجرجير والحاجات دي. وطبعا هنا بقى انا عملت جنبه بطاطس مقليه، عملت جنبه جبنه بطماطم،
غسلت جنبه برضو جرجير، بيض بالزبدة. كل الحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا معايا. انا برضو حبيت ان انا اجيب لكم الافكار دي عشان خاطر تعرفوا هو ان هو مش بيتاكل، يعني مش بيتاكل لوحده. تمام. بنعمل جنبه كل الحاجات دي اكل شعبي واكله اقتصاديه، اكله موفره. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. مع السلامه.